بعد ما الرز بلبن المعمر في الفرن طلع من الفرن اهو. ماشي. طبعا يا جماعه الطواجن لازم تتحط على حاجه ناشفه، ما ينفعش تطلع من الفرن سخنه، تتحط على حاجه بارده او حاجه فيها ميه تبوظ على طول، يعني تفرقع. ماشي. وده الجيلي الجيلي بالايه، بالموز والتفاح بالفواكه. عايزين بقى تحطوا فراوله، تحطوا حاجه تانية. الف هنا وشفا للي ياكل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هندوق بقى ادم حفيدي عشان يقول لنا رايه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهوت المهلبيه بالجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يا ادم. قول رايك. لذيذ. لذيذ بجد يا ادم. والله لذيذ جامد. الف الف هنا. الف هنا. وانت يا مكه تدوق الرز بلبن ولا الجيلي؟ الجيلي. يبقى مكه لازم تدوق الجيلي برضو، وتقولي لنا ايه رايك يا مكه. لذيذ. لذيذ من غير ما دقتي؟ لذيذ من قبل ما تدوقيه يا ماجده يا مكه. طب وانا ومالك برضو. انا بعمل لاحفادي يا جماعه، مش بعمل لحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا مالك؟ لذيذ برضو. شكلنا متفقين ان احنا كلنا نقول لذيذ يا جماعه. لذيذ. بسم الله ما شاء الله اهو. بس عايزه اوريكم ان البسكوت، البسكوت وهو تحت يا جماعه. هصور لكم البسكوت من تحت. مش عارفه اهو البسكوت تحت اهوت. بسم الله ما شاء الله. باين يا ادم في الصوره؟ باين. عشان انا مش شايفه البسكوت اهو يا جماعه. انا شايله الصينيه والبسكوت اهو. وهنطلع بقى على الايه، على الجيلي اهو. وبصوا يا جماعه ممكن الواحد يعملها رقتين. يعني ايه؟ يعني يحط البسكوت وبعدين يحط المهلبيه وبعدين يحط الجيلي وبعدين يحط مهلبيه تاني وبعدين يحط جيلي تاني، يعني كذا رقه. بس انا بصراحه عشان عيالي احفادي لسه صغيرين قوي بعملها رقتين بس. بحط البسكوت تحت زي ما انتم شايفين كده في القهوه تحت اهو، وبعدين المهلبيه وبعدين الجيلي وبعدين الفواكه بس. الف هنا وشفا للي ياكلها، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. السلام عليكم.